السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانو رونالدو، كلام كتير الفترة اللي فاتت دي عن كريستيانو رونالدو ان هو انضم وهيشارك مع الاهلي في كأس العالم للأندية. القصة ما فيها يا جماعة ان في شركة من شركات الرعاة في كأس العالم للأندية عرضت الملف ده على النادي الاهلي. هي الشركة عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعمل طبعا الاهلي مجموعته فيها انتر ميامي، يعني فيها ميسي. فالشركة عرضت على النادي الاهلي انها هي هتتكفل باعارة كريستيانو رونالدو من نادي النصر لنادي الاهلي في المده بتاعت، يعني مش هيجي بقى موسم ولا هي بس في مده كاس العالم، مقابل ان طبعا كريستيانو رونالدو هيبقى بيلعب في الاهلي واول ماتش هو مع انتر ميامي، فهيبقى الموضوع ده هيعمل يعني ضجه في العالم والناس كلها تستنى الماتش دوت. وطبعا هيبقى فيها يعني سبونسر ورعاه وفلوس ملايين الدولارات. هم عايزين ان كريستيانو يلعب في الاهلي عشان يبقى الماتش دوت كريستيانو قدام ميسي. طبعا يعني الناس نفسها ان في ماتش زي ده يدور تاني، وهيبقى في بطوله مهمه زي بطوله كاس العالم للانديه. فدلوقتي النادي الاهلي اصلا رد على الشركه دي، قال لها ايه؟ هو حتى الان هو المفروض ان هو النادي الاهلي رفض الموضوع، تمام؟ بس هو مش رفض قاطع. هو على فكره يا جماعه ده مكسب مهول للاهلي، مش مكسب مهول ان كريستيانو يجي هيضيف بقى، لا هو برضه لاعب كبير، بس القصه كلها في المبيعات. في المبيعات يا جماعه، في السبونسر اللي الاهلي هي يعني تتخيل كده معايا، الاهلي ضم كريستيانو رونالدو، تمام؟ في الشهر بتاع بطوله كاس العالم للانديه ده. شوف بقى الاهلي هيبيع تيشيرتات كريستيانو رونالدو قد ايه؟ ما هو انت بقى عندك رمز من رموز الكوره. شوف الرعاه اللي هتبقى عايزه تدفع للاهلي عشان تحط اللوجو بتاعها على التيشيرت. شوف بقى الاعلانات اللي هتنزل على كريستيانو رونالدو هو بتيشيرت الاهلي. الاهلي هيستفاد استفاده ماديه مهوله بره البطوله وبره القصه دي خالص، مهوله. فلوس بالملايين هتخش في خزينه نادي الاهلي. فالموضوع طبعا ما ينفعش ان هو يعني الموضوع مش مقفول في النادي الاهلي، لا اكيد في تفكير، واكيد الاداره بتفكر في القصه دي. برضه هي مش عايزه تاثر على الفرقه، بس برضه يا جماعه انت بتتكلم في كريستيانو رونالدو. انت بتتكلم في، معلش يعني مش بنتكلم في لاعب محلي. ما بقولكش انا حسام باولو وعايز يجي يختم مسيره، مع احترامنا طبعا حسام باولو لاعب كبير، عايز يختم مسيرته الكرويه في الاهلي في كاس العالم للانديه والقصه دي. لا، ده كريستيانو رونالدو. انت متخيل اصلا؟ انت متخيل ان كريستيانو رونالدو لو جه الاهلي كام تيشيرت؟ ده انت هتلاقي مصر كلها تاني يوم لابسه تيشيرت الاهلي كريستيانو رونالدو. تاني يوم هتلاقي العالم كله لابس تيشيرت الاهلي كريستيانو رونالدو زي ما حصل في النصر. بس القصه بقى كمان واللي يعني اللي مدي للاهلي القوه في القصه دي ان هو هيقابل ميسي يا جماعه، وهيقابله في ايه؟ في افتتاحيه بطوله كاس العالم للانديه. فيعني الموضوع هيبقى عليه سبوت جامد قوي من الصحافه. يعني الاهلي هيبقى تحت المنظار زي ما بنقول، وهيخشوا له فعلا رعاه بالهبد. فالموضوع يا جماعه يعني كود النظر، وانا اتمنى الاهلي يستفيد من الموضوع دوت. الموضوع مش قصه كريستيانو، مش قصه ان انا هجيب لاعب هيفيدني ولا مش هيفيدني. الموضوع دلوقتي انت كده السكواد بتاعك قوي، فانت استفاد ماديا. يعني انت لو شركه زي دي عرضت عليك ان هو هيجي لك، اصل هيلعب ايه؟ هيلعب كاس العالم يعني اعاره لمده البطوله. انت بقى البطوله دي بقى لعبت 3 ماتشات وطلعت، هو هيجي معاك ال3 ماتشات دول بس. لعبت كملت في البطوله، هو مكمل معاك لغايه ما البطوله تخلص وخلاص هيرجع النادي بتاعه تاني. والشركه اللي هتتكفل بالموضوع، انت مش خسران شيء، انت بالعكس انت كسبان كل شيء. كسبان دعايه، كسبان مبيعات تيشيرتات، كسبان رعاه. قصه وموال لو كريستيانو رونالدو فعلا جه النادي ده. وانا اتمنى النادي الاهلي يعني يحاول يوصل لحل للقصه دي. والله يا جماعه يعني هيخش لنا فلوس بالهبد. خزينه الاهلي فعلا هتنتعش انتعاش رهيب مهول. تخيل معايا انت كده، يعني انت كواحد اهلاوي، شوف بقى كام اهلاوي في مصر، كام اهلاوي في الوطن العربي، لو كريستيانو رونالدو ما جه بكره الاهلي، يعني انت اول حاجه هتقوم نازل عشان تبقى ذكرى. حتى لو هيلعب معاك 3 ماتشات بس رسميين، عشان تبقى ذكرى معاك، اول حاجه هتقوم راح شايل التيشيرت بتاعه. هتلاقي محلات الكوره كلها منزله تيشيرتات الاهلي كريستيانو رونالدو. فالموضوع هيبقى جامد جدا، وهيبقى فيها دعايه للاهلي جامده جدا على مستوى العالم بقى، مش على مستوى الشرق الاوسط او بطوله كاس العالم والانديه اللي احنا بنلعبها. لا، هيبقى على مستوى العالم حرفيا. اللي بيخش كاس العالم واللي ما بيخشش كله هيسمع. فانا يعني انا اتمنى الموضوع يتم. موضوع كويس جدا، موضوع قوي جدا.
اتمنى يكون لان كابتن احمد شوبير طلع نفى قال لك مفيش القصه دي ومش عارف ايه، بس انا عارف ان في ملف، مش انا اللي عارف، في معلومات كتير بتقول ان في ملف فعلا من شركه رعاه وهي فعلا عايز تكسب. يعني انا لو شركه من شركات الرعاه، الديل ده لو اتعمل انا هيدخل لي انا كشركه ملايين برضه. فالموضوع ده يا جماعه قوي جدا، مش فاهم الناس ليه مقفله دماغها ليه في حوار كريستيانو رونالدو ده، مع ان كريستيانو يعني انا شايف ان هو مكسب قوي جدا لو جه الاهلي. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وعشان تتابع معانا كل جديد. سلام.